السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. شايفين بقى الجمال ده والطعم ده. عايزة أقول لكم احنا عملنا الفراخ، صدور الفراخ بطريقة جديدة وسهلة وطعمها تحفة، إن شاء الله تعجبكم. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. هنعمل بقى تتبيلة الفراخ معانا. معايا معلقة زبادي، معلقة صويا صوص، معلقة عسل نحل، معلقة كاتشب، معلقة مستردة. هنقلب الخليط السائل كده مع بعضه. ومعايا التوابل: معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة بابريكا، معلقة كاري. هنقلب التوابل الجافة كده مع بعضها تقليبة حلوة، علشان انا عايزة اسيب منها معلقة للتتبيلة، يعني للكفر اللي فوق. هقلب بقى التوابل الجافة هنزل بيها على التوابل السايلة اللي احنا قلبناها. زي ما قلنا: معلقة زبادي، معلقة مستردة، معلقة كاتشب، معلقة صويا صوص، معلقة عسل نحل. هقلب الخليط كله مع بعضه، وهنحط معلقة خل، معلقتين زيت، وهقلب بقى الخليط كده كله مع بعضه لحد ما يتجانس التوابل السايلة مع التوابل الجافة كده حلو، علشان نتبل بيها الفراخ معاه. معايا هنا بقى كيلو صدور فراخ بانيه، انا شارياه كده زي ما هو متقطع. او عملت له بقى التتبيله. طبعا انا غسلته حلو ونقعته في خل وملح وليمون كده، وحطيته يصفى كده خالص لحد ما يبقاش في ميه خالص معاه، عايزاه مصفي تماما. هحط بقى الخليط، هوزع بقى الخليط عليه، احاول اوزع الخليط كله واقلبه حلو، يعني علشان التوابل كده تخش معايا في الفراخ كده وتتبلها حلو. طبعا انا هتبل الفراخ وهسيبها يعني شويه صغيرين، مش هسيبها كتير يعني، لان الصدور متقطعه رقيق يعني. فمش محتاجه ان انا اسيبها وقت طويل يعني في التتبيله، يعني ممكن ربع ساعه نص ساعه، مش محتاجه. طبعا التتبيله دي زي ما احنا اتفقنا، احنا ممكن نسيب التتبيله دي كده بالفراخ ونشيلها في الفريزر عادي، نستعملها في اي وقت تاني. يعني احنا لو حابين نعمل التتبيله دي من بالليل ونشيلها في التلاجة، نشيلها في الفريزر لوقت تاني، مفيش مشكله. هنعمل بقى حشوة الفراخ معانا. معايا هنا ده لانشون من اللي انا كنت عاملاه. طبعا احنا عاملين اللانشون مع بعض، ده لانشون اللحمة من اللي احنا عاملينه مع بعض. طبعا لو مش متوفر ممكن لانشون عادي بنشتريه، او اي حشوة طبعا انتوا حابين تحطوها يعني. فده لانشون احنا عاملينه، فقلت استعمله في الحشوة يعني. ودي جبنة شيدر بتتباع كده قوالب زي ما هي كده، فهقطع برضو منها ابشرها. طبعا بشرت اللانشون وبشرت الجبنة الشيدر، وعندي بقى جبنة رومي مبشورة وجبنة موزاريلا مبشورة. فهنزل بقى برضو شوية كده بيهم على الخليط كده وهقلبه كويس. معايا بقى كوباية لبن هنحتاجها يعني في الوصفة، هاخد نصها على الخليط ده بس علشان ايه يعني تنسمه معانا كده، علشان ايه يتماسك معايا واقدر ايه استعمله في الفراخ. انا هعمل رولات فراخ، يعني هعمل البانيه ده رولات كده علشان يبقى ايه يعني حاجة مختلفة عن البانيه العادي. وطعمه طبعا الجبنة بتديله طعم تاني، هي واللانشون برضو بتغير من طعم البانيه شوية اللي احنا متعودين عليه. فهاخد كده القطع ايه. انا طبعا لو القطع يعني تخينة هدقها، بس انا شايفة ان القطع بالنسبة لي يعني اللي لقيتها كويسة، مش محتاجة ان انا ادقها يعني. فهستعملها زي ما هي كده. هلفها، هحط بقى الحشوة، احاول اعمل الحشوة كده لمها في بعضها واحطها فيه والفها رول كده وبخلة سنان، وهقفلها علشان طبعا ايه تتماسك معايا. واحاول ايه ادخل الحشوة حلو فيها كده وايه، والفها حلو علشان ايه ما تسيبش معايا وما تفكش وما تطلعش من الفراخ يعني. هحاول ادخلها حلو، الفها رول كويس واقفلها بقى بخلة سنان. طبعا لو مش متوفر احنا ممكن نلفها بستريتش ونشيلها في الفريزر. انا خلصت كده الكمية وهشيلها في الفريزر شوية، حوالي يعني ساعة او نص ساعة تتماسك معايا، وعلشان ايه تبقى ما تفكش معايا وانا بشتغل والحشوة ما تطلعش فيها. يعني احنا ممكن نجمدها كمان ليلة في الفريزر يعني ما يجراش لها حاجة. بس انا حطيتها في الفريزر حوالي ساعة كده وطلعتها بقى زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى ايه بقية الفراخ معايا هقطعها طولي كده، مش عايزة اسيبها زي قطع زي ما هي طويلة يعني. احنا قلنا عايزين نغير في شكل البانيه شوية، فهعملها زي الستريبس كده. حطيت بقى مكان في الطبق اللي كان فيه التتبيله كده، حطيت فيه بيضه وبقيت كوبايه اللبن اللي معايا.
وطبعًا معايا دقيق حطيت عليه التوابل اللي كانت معانا، دقيق حطيت عليه بقية التوابل اللي كنا إيه مستعملينها، اللي كنا سايبين منها معلقة في الأول يعني، حطيتها على الدقيق علشان تتبل معايا الدقيق. رولات الفراخ بعد ما طلعت بقى من الفريزر كده هاحطها في الدقيق واحطها في الخليط اللي احنا عملناه بيض بلبن، علشان ايه تاخد طبقة تانية. يعني احنا عملناه دقيق الاول طبقة اولى، وهنحطه في الخليط السائل، وبعدين هنطلعه من الخليط السائل نحطه على كريسبي. ده كريسبي من اللي هو بيجي من عند العطار اكياس كده. طبعا هو جاهز زي ما هو كده، او ممكن نستعمل فيجيتار او اي يعني او بقسماط زي ما انتوا حابين، بس ده كريسبي اللي انا مستعملاه. طبعا فيه الاطعم بتاعته ممكن يكون حامي او بارد. هنغلف بيه الطبقة التانية من الرولات كده، علشان طبعا تبقى ايه تدينا ايه كريسبي من بره كده وتبقى حلوة يعني. بعد ما خلاص غلفتها انا بدخلهاش بقى التلاجة تاني خلاص، هي تعتبر ساقعة فبتسقع معايا الكفر يعني، فمش محتاج ان انا ادخله التلاجة تاني. فاحطه بقى في زيت غزير كده على النار لحد ما يستوي. طبعا احنا عايزين الزيت يكون سخن وهننزل بيه، وبعد شوية نهدي يعني علشان ايه يستوي معانا طبعا كويس وما يفكش في الزيت يعني. ده بقية الفراخ هحطها في الدقيق برضو، هنزلها ايه في الخليط السائل تاني، وبقيت بقى الكريسبي كده والدقيق هقلبه على بعضه. واطلع بقى الخليط اللي احنا اطلع الكريسبي وحدات الفراخ كده من قلب الخليط السائل، هحطها في الدقيق على الكريسبي كده على بعضه، علشان ايه برضو اعملها طبقة تانية. برضو انا مش عايزة ايه اتك عليها كده واعملها، انا عايزاها تبقى ايه يعني الدقيق عامل تعريجة كده في قلب تعريجة في الستريبس معايا. معايا الرولات هنا زي ما احنا شايفين، هقلبها كده على الجنب التاني. ما شاء الله شايفين شكلها تحفة وطعمها كمان خطير. هقلبها كده تقليبة وهطلعها بقى في مصفى. انا هطلعها في مصفى تتصفى الاول الزيت خالص، وبعد ما تتصفى هحطها بقى على ورق مناديل. طبعا بعد ما خلصت الرولات كده لقيت الزيت يعني مش حلو، فصفيته وهسوي وايه وهقلي فيه بقية الفراخ يعني الستريبس التاني. زي ما احنا شايفين كده ما بياخدش وقت معانا، بس انا مش عايزة النار عالية قوي في الستريبس. ممكن يعني النار تبقى متوسطة شوية عن الرولات، يعني الرولات النار هادية شوية، في الستريبس ممكن النار ايه يعني متوسطة كده علشان يطلع معانا على طول. ما شاء الله شايفين طعمه وشكله خطير. غيروا بقى في طريقة البانيه، حاجة كده تحفة ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. سلام.